الحمد لله على سلامتكم. يسلمك يا رب. بس الاسم؟ أنا الحجة أجية. حجي، قديش تعذبتوا؟ قديش عانيتوا بهالرحلة الشاقة اللي عملتوها؟ شعبنا بالغرب بس نشكر الله، عاملونا معاملة كتير كتير كويسة، ما نقص علينا شيء، كانوا كتير طيبين وصادقين معنا. وكانوا بكل الوقت محترمين معكم وما تعرضوا ايضا لاي من ممارسه طقوسكم الدينيه؟ نشكر الله، كانوا كتير طيبين وملاح معنا، ما تعرضنا لضرب لا شيء، لا نشكر الله. الحمد لله على سلامتكم. شو بتقولي اليوم حجي؟ بطمن الاهل والاخوه واهل البلد اسقيلبيه كلهم نحن بخير. حضرتك من وين؟ اسقيلبيه محافظه عمان. الحمد لله على السلامه، اهلا وسهلا. الحمد لله. بدنا نتشكر الله تعالى يلي يسر الامور وقت يلي نحن فيه. بعدين سيدنا البتراك يوحنا العاشر كمان يلي الدؤوب، العامل الدؤوب كان عم بيشتغل معنا، يلي هو طلباته كانت تعب كثير عليه. سيد الرئيس بشار الأسد وتواصله مع أمير قطر ومساعدتهم إلنا، هيدي نتشكرهم فوق الحدود. لكن ما بننسى الوسيط الكبير، الوسيط الكبير والعامل بحقل الرب، خلينا نقول بحقل الرب، لأنه عمل خير كتير، اللواء عباس إبراهيم. ونحن هلا مشان أسئلة ما أسئلة، نحن تعبانين، صرنا 9 ساعات نحن على الطريق. منشان هيك نتشكركم كلكم، نتشكر كل العالم اللي ساهموا بخروجنا من هالمكان اللي كنا فيه نحن، وبنطلب منكم انكم انتم اذا بتحبوا تلاقونا بمكان ثاني نحن جاهزين. نحن رح نعمل اسمعي يا حبيبتي انت. نحن ان شاء الله بكره بدنا نرتب قداس خصوصي واستقبال للراهبات في الدار البطريركيه، لذلك اللي بده شيء بعدين رح نعلن عنه وبتجوا لهونيك بتسالونا اللي بدكم اياه. سيادة المحافظ يعني كثير منيح، كل شيء منيح، كانت معامله منيحه وكل شيء منيح، نشكر الله. يعني نحن مناح وقلبنا طيب والعالم دعيت لنا، وسيدنا البترك صلى لنا، والاخوه المطارنه هم ما تركونا، الله ما تركنا، وقعنا بين ايدين الحقيقه قدام الرب، بدنا نحكي قدام الله تعالى معامله جيده حسنه، حتى انه الشخص اللي اسمه جورج حسواني قدم لنا البنايه بكاملها مع كل شيء فيه بقلبها، يعني كان استراحه تامه، ما بنعتاز شيء، حتى قال لهم قولوا لهم قلب العصفور بيطلبوه نحن جاهزين نقدم لهم اياه. فما عارفين لمين بدنا نتشكر، كل العالم، كل من ساهم، كل من ساعدنا، وهلا وصلنا بالسلامه. والجبهه يعني ما بدي احكي انا اكثر لانه قدام الله تعالى بدي احكي، الجبهه كانت معاملتها منيحه معنا. قبل ما يكون جورج حسواني كانت الجبهه عم تقدم لنا طلباتنا وخدماتنا واكلنا، بعدين حضرته اجى لشهرين. الصليب منكم رئيسي، ليش شفناكي بلا الصليب بالدار؟ هن طلبوا منكم؟ لا ما شلحونا الصليب هن، لكن المحل يعني اللي انت قاعده فيه تلاقي حالك غلط، يعني غلط. يعني شلحتوا الصلبان بإرادتهم؟ لا ما شلحونا هن، ولا يعني نحن ما لبسناهم. الراهبات اللي فتوا في وجههم العدد كامل؟ كلنا 16 شخص كنا هناك، وال16 كلنا رجعنا، والصحة جيدة الحمد لله، ما حدا مدقور، ما حدا لمسنا، ما حدا قربنا احنا، ما حدا ضايقنا، يعني قدام الله عم نحكي. طيب تواجدكم كان في مكان واحد ولا كان في أكثر من مكان؟ يعني فقد الاتصال معكم؟ ايه نعم عن بعض يعني؟ لا بس نقلنا من مكان لمكان. بكره قال لكم سيدنا المطران لوقا انه رح يفتح نهار بالبتركيه وكلكم تجوا، اي سؤال نحن بنكون مرتاحين اكثر، معلش لا تواخذونا، لا تواخذونا. بس شو الاسم؟ إيريني، الأخت إيريني. من وين؟ من الشام أنا. ايضا من الشام. قديش يعني كانت صعبه هيدي المرحله، وقديش انتم يعني هل فقدتوا؟ اكيد ما فقدتوا الامل ولا الرجاء، ربنا كان موجود معنا، والعذراء ومارتالا دائما كانوا معنا. هلا كنت عم بتقول ريسي انه انتم بارادتكم شلتوا مسابحكم، شلتوا صلبانكم. ايه نعم مزبوط.
لا بس هن كانوا ما يحبوا هالشيء، نحن حافظنا عليه، نحن بداخلنا انه حافظنا عليه. قدرتوا تصلوا انتوا أكيد. هونيك تصلوا تمارسوا كقداس على العلن؟ ما كان حدا عم كل يمنع؟ قوانين، لا ما حدا يمنعنا، كل قوانين كنا نصليها. هلا وين بدكم ترجعوا؟ وين بدكم تروحوا؟ هلا ما بعرف، هلا شوف الرئيسة هي بتقرر، ما بنعرف نحن والبتراك. عندكم استعداد ترجعوا على معلولة؟ ان شاء الله تخلص الأزمة بالأول نكون بخير. ان شاء الله. الحمد لله على سلامتكم، اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة.